وأنت كيان؟ الصف الرابع، أتذكر؟ آخر مقعد. صحيح صديقي. آسف، هل أذيتك؟ لا، أنا بخير. افترقنا منذ سنوات وها قد التقينا. كان وقتا صعبا، المهم أننا عدنا. صحيح، غادرت مع أمي عندما اندلعت الحرب، والآن أعمل أستاذا. ما أخبارك؟ كما ترى، تخرجت في مدرسة القتال. لحظة، قلت إنك تعمل أستاذا، لماذا لا تنضم إلى الجيش؟ قد يطول شرح الأسباب، لا وقت الآن. لكن تغيرت حال البلاد. وماذا عنك؟ كيف حالك؟ أتذكر البستاني عندما طاردك؟ مضى الوقت كالحلم، كبرنا يا رجل. لطالما كنت متميزا. أنت الآن معلم ولا تزال فارسا. هناك لقب تستحقه، رجل السيف والقلم. ألا ترى أنه يناسبك؟ بالغت كثيرا يا صديقي. متواضع. غادر كل الطلاب، فلماذا تبقى هنا في المدرسة؟ كنت أبحث عن دواء لجريح لجأ إلي طالبا للمساعدة. لم تتغير أبدا، لا ترد سائلا. كن حذرا، فذاك الجريح قد يكون عدوا. لا أظن ذلك. صديقي، لقد نسيت أن أسألك شيئا. كيف حال أمك؟ لقد اشتقت إليها كثيرا. خذني لأراها، ألديك مانع؟ آسف، فرحت فنسيت دعوتك. هيا تفضل. شكرا لك. ها قد وصلنا. أمي، احذري من معي. لم تعد بعد. أين ذهبت؟ كيان، أجبني، أنت جائع؟ لا تخجل، اجلس. هيا. شكرا. قلت لي إنك استقبلت جريحا. هذا صحيح. ارتاح أولا، قد يمكنك مساعدتي، فقد أصيب بجرح. حسنا، أين هو؟ هناك. هيا تفضل. يان، هل غادر ذلك الجريح؟ لا يزال هنا. ماذا؟ طردني الأعداء مرة فاختبأت هنا. الجريح في المكان نفسه. انظر. كيان، أرجوك يا صديقي، لا تخبر أمي عن قصة الجريح. لا تقلق. توقعت هذا. كيان، ما بك؟ حاولت قتل سيدي. حاولت قتل سيدك؟ ومن يكون سيدك؟ سيدي هو قائد المجلس الأعلى، جوان. تعمل عند جوان يوتيان؟ افهمني، هذه الفتاة مجرمة خطيرة ويجب أن أقضي عليها في الحال. انتظر، لن أسمح لك بهذا، فقد لجأت إلي. يان، ابتعد عني. اسمع، لعله أول طلب لي. أرجوك دعها وشأنها. يان، لم يبق لي إلا أن أحذرك. لن أؤذيها، أعدك بذلك. إنهم يبحثون عنها، عليك أن تنتبه. أنت تخفي مجرما، هل فهمت؟ إيواؤها جريمة. كيان، أخبرني أرجوك، لما تعمل عند جوان؟ ساعدني، بل أنقذني من الفقر. عرفت لماذا؟ كيان، لي طلب عندك. اطلب، أعدك أخا لي. اطلب ما تريد. ذلك المجلس ابتعد عنه، فقائده رجل شرير. مستحيل، لا أستطيع. أرجوك. هل نسيت؟ أنسيت والدك؟ ألم يكن مخلصا للمجلس؟ هل تنكر ذلك؟ ألم يعينوه مبعوثا لهم؟ هل تذكر ماتت أمي بسبب المرض؟ لم أملك ثمن الدواء،
لو كنت ثريا لعالجتها. هل فهمتني؟ لن أعود فقيرا، لن أتراجع. كثيرون يحلمون بربع ما وصلت إليه. اعذرني، طلبك مرفوض. اسمعني، أنصحك أن تبعد الفتاة عن بيتك. إن علموا أنك تحميها فستموت أنت وأمك. آسف على صراحتي، وداعا يا صديقي. كيان، كيان. سيدتي، كيف حالك؟ ما هذا المكان؟ لا تخافي، الكهف مكان آمن. هل أنت المدرس؟ أجل. ولماذا نحن هنا؟ لا أتذكر ما حدث. أصبت بجرح وقد ساعدتك. انسي الأمر، يجب أن ترتاحي. تذكرت، طاردوني وأصبت بسهم. كان مسموما. لو لم أتدخل في آخر لحظة لوصل السم إلى قلبك. أخرجت السم من جرحي؟ ولكن لما فعلت ذلك؟ هذا واجبي، أن أساعد الضعفاء. لماذا؟ لست ضعيفة وأنا أشك في كلامك. أنت منهم. ولماذا أكذب عليك؟ أهذا جزائي؟ عرضت نفسي للخطر لأبعد أولئك الجنود عنك. لست كاذبا. لما فعلت هذا؟ انظري، هذا هو السبب. يان، احذر يا بني، انتبه. ترتجف يا بني. سأبحث عن منشفة. لا تخافي، المكان آمن. هيا لنأكل. خذ، هيا كلها. أنت جائعة؟ دعي الأمر لي. تفضلي. جائعة جدا. كريم كوالدك. انتظري، لا تزال تمطر. عودي. أين دبوس شعري؟ دبوس شعري. تفضلي، هذا هو. سقط على درج بيتنا. شكرا. مضت السنين، كنت خائفة، أرتجف بردا وجائعة. أنت إذن. شكرا، شكرا لك. مرة ثانية تعيد دبوسي. ولكن لماذا تهتمي به؟ لم تترك لي أمي غيره. فيه رائحتها، يذكرني بها. لا أزال أذكر ذلك اليوم، كان صعبا. اندلعت الحرب وكانت حربا قاسية. شردنا. الحرب ذكرياتها مؤلمة لا تنسى حتى هذا اليوم.
أرجو المعذرة، إنها ذكرى قاسية. سامحين. أنا التي أعتذر، وأشكرك جزيل الشكر لمساعدتي. بالمناسبة، العالم صغير، هكذا يقولون. كلامهم صحيح. ها نحن نلتقي بعد 20 عاما، ولكن لا تخاطر من أجلي. أعلم الطلاب معنا الرجولة، فهمتي؟ لن أتخلى عنك. أنت تعرف أعدائي، هم أعضاء المجلس الأعلى. لا أريد توريطك. أعدك بأنهم لن يعرفوا شيئا. لكن ما اسمك؟ اسمي يوباي. يوباي؟ وأنت؟ أنا يان. اسمي يان. يان يانغ. أسرة يانغ؟ أجل. أعرف شخصا من أسرة يانغ. حقا؟ قد يكون قريبا لي. يوباي، يوباي، ما بك؟ ما بك؟ أيها الطبيب، افتح أرجوك. غريب، علي أن أجد حلا آخر. يوباي، يوباي. لا يزال السم في جسدها. إلى أين ذهبت؟ حصريا على ستارديما.com. افتح. ألا تسمع؟ سيد شيما، لو سمحت. سيدي، افتح لنا الباب، نحتاج إلى مساعدة. مرحبا سيدي. بوضوح، أرى بوضوح. لقد شفيت يا ناس، لا أصدق. شفيت من مرض عيني. الحمد لله، الحمد لله. شكرا جزيلا لك أيها الطبيب، أعدت إلي الأمل يا سيدي. شكرا لك. انهض يا رجل، هذا واجبي. هيا هيا، عد إلى أهلك. بالتأكيد سأذهب لأفرحهم بشأني. الحمد لله، شفيت يا ناس، شفيت يا ناس. سيدي، لقد أزعجتك، أرجو المعذرة. سيدي، نعلم أنك مشغول جدا، فحياة مريضنا في خطر. أرجوك، دخل السم إلى جسده. السم؟ ما نوعه؟ نوع السم؟ صدقني لا أعرف. الشخص الذي حمله جاء من الجنوب. قلت من الجنوب؟ صف حالة المريض. ضعيف، لونه أصفر، ينام كثيرا، يأبى الطعام. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح. بالمناسبة قل لي، من دلك على منزلي؟ لا أحد سيدي، أنت مشهور في البلاد كلها. لا داعي للمجاملة. طيب، سأساعدك إذن. سيدي، مريضنا هل سينجو؟ اسمع، حالته خطرة. السم من الجنوب، ومن يصب بذلك السم ينام نوما عميقا جدا، يصب بالضعف ويهزل، وبعدها يشفى؟ ماذا؟ كيف يشفى والسم في جسده؟ بل يموت يا ذكي. أرجوك سيدي، نحتاج إليك، تعال معنا. لدي مرضاي، أنا أعتذر منك. لحظة سيدي، سنعطيك كل ما تطلبه وأكثر. لا أريد منك شيئا. يعتبر مريضنا من أثرياء البلاد يا رجل. هذا يعني أنكما من أعضاء المجلس. نحن من ضباط الحرس، وأنا القائد، والمصاب هو القائد الأعلى. لعلك تعرفه، السيد جوان. قائد المجلس الأعلى إذن، جوان يوتيان؟ لا أصدق ذلك. ذلك المجرم، لا نعرف منه سوى الظلم، نعاني ولا يهتم.
كيف لي أن أساعد ذلك المجرم؟ طلبك مرفوض. ابتعد. لم ينفع كلامك المرسول. لا تتهور. المشكلة أنه أمهر الأطباء في البلاد. ولكن لا فائدة. لا أظنه سيأتي معنا بالقوة. عفوا سيدي، لا نزال في انتظارك هنا. أرجو أن تغير رأيك، فحياة الرجل في خطر. ساي، لماذا؟ واجبك أن تساعد الناس. هل نسيت ما قلته؟ ما أجمل ابتسامة الشفاء. أنسيت هذا؟ سأذهب بنفسي ولن تمنعني. احذري، لا تعرفين ما الذي يجري. عودي إلى المنزل، ادخلي. أعرف كل شيء، لن تمنعني. لعلك نسيت أني مثلك درست الطب. ألا تذكر؟ من عالجك عندما كسرت كتفك؟ أعددت لك شرابا كان سبب شفائك. فهمنا. لا تنكر، كان مزيجا من عدة أعشاب أحضرتها من أعماق الغابة. لم أنم طول الليل لأعد هذا الدواء. يكفي هذا يا امرأة، فلتفعلي ما يحلو لك. هيا اذهبي. لماذا لم تقل ذلك من قبل؟ قل. اسمعي، لدي عمل هنا. هيا انقلعي، دعيني وشأني. هيا. تطردني؟ أنا ساكي فينشو، لكني لن أعود إلا إذا اعتذرت في الحال. واضح؟ مطلقا. عندي حل. تستطيعين الذهاب إلى بيت أهلك. ساكي، هذا قراري. أسبوعا كاملا في بيت أهلك. ساي، لقد قررت. لن أعود أبدا مطلقا. يا إلهي، ماذا قلت؟ ورطة. عذرا سيدتي، زوجك لا يقصد. تخاطبني؟ أجل. انسى ما سمعته. أنا طبيبة مشهورة. بالتأكيد لا مشكلة تصعب علي، وعندي علاج لكل الأمراض. كلها؟ أجل. لم نسمع بك من قبل. لأنني لا أحب التبجح. لا نشك في كلامك، لكننا نحتاج إلى خبرة زوجك. أطلبت إليه مرافقتك؟ أجل. ورفض؟ صحيح. إذن لن يذهب أبدا. سيدي مصاب، وأنا أستطيع إنقاذه. أأنت واثقة؟ واثقة وأستطيع الإثبات، فأنا ماهرة جدا. الجميع يعلم من أنا. ببساطة، زوجي خطف الأضواء من الجميع، والحقيقة غير ذلك. إنه يعتمد علي، يستشيرني دائما، وبكل شيء. هيا بنا، الوقت يمر. لنلحق بالرجل، لا وقت. مجنونان، لا تعتمدا عليها، إنها لا تعرف شيئا. لقد حذرتكما، لن أكون مسؤولا عما سيحدث لذلك الشرير. يوباي، لماذا غادرت؟ هيا فلنعد. مستحيل، لن أورطك. أنت مصابة وحالتك سيئة. هيا تعالي. يان، قد لا أستطيع رد جميلك. ماذا تقولي؟ لم أطلب أي مقابل. أما أنا فلا أزال أنتظر أن تعوضني. أنت؟ ماذا تفعلين هنا؟ ذاهبة إلى السوق. ألديك مانع؟ أرجو ألا تنسى قصة المدية. مرحبا بك، اسمي يوباي. هيا فلنذهب. هيا بنا. لحظة، يان، لم تجبني عما يتعلق بالمدية. طلبت
طلبت لقاءك في المدينة ولكنك تجاهلت طلبي. كن حذراً، أشم رائحة مشكلة. شكرا لك، أعرف ما علي فعله. يا لك من ممثل بارع، كلامك جميل أما تصرفاتك فهي شيء آخر. يا آنسة، لا وقت لهذا الحديث، أرجوك، أنت تجهلين المشكلة التي أعانيها. هيا. حاولت هذه الفتاة قتل قائد المجلس ولن تستطيع إنقاذها. ولكن كيف عرفتِ؟ ما رأيك؟ أفراد المجلس يقترحون جائزة لمن يسلمهم هذه الفتاة. سأخبرهم بدلاً من اعتذارك إلي. لا، أرجوك. سيدي، إنها على حق، اتركني. لا، مهما حدث لن أترك جريحاً. لحظة، توقفا. نبحث عن هذه. سأسمح لكما بالذهاب، لكن آخر مرة. يا آنسة، ردي علي. تغير صوتك. أنت فتاة عاقلة، أثق بذلك. لن تفرحي لمصابي. لا أزال أفكر في الأمر. إذن ما طلباتك؟ هيا قولي، أستمع إليك. سيدي، دعني أذهب أرجوك، أنا بخير. لحظة، سأخبرك بما حدث. لقد كنت هناك، ساعدتها على الهرب عندما طاردوها. أنا أنقذتك ولن أؤذيك أبدا. شكرا لك. أما أنت فلا تنسى ثمن المدية، ولكن حياة الفتاة أهم. اعتمد علي، لدي حل. لا شك في أنه القائد، مظهره يوحي بذلك. هيا، أولى خطوات العلاج هي فحص المريض. هيا. تفضلي سيدتي، من هنا. شكرا. ما هذا؟ إبرة. هل تعالجين سيدي؟ أجل. ولكنك وخزت يدك بالإبرة. هذا صحيح، وسيلة ناجعة للعلاج. أجرب الإبرة على يدي أولاً. زوجي أناني، لم يعلمني. سأريه. سأصبح أشهر منه، أعالج المريض وأصبح مشهورة. سيدي، لا شك في أنك الطبيب ساي. ومن أنت؟ اسمي يان، لدي قريب مصاب بالسم. مرة ثانية، ألم تفهم علي؟ لن أعالج شريرا. وتنكرت بزي مواطن. لا، فهذا زي. مواطن بهذه القوة؟ ابتعد من أمامي، فأنت واحد من أعضاء المجلس. صدقني أرجوك، لست منهم. أنا مدرس في المدرسة، مدرس. أنت تتقن القتال، كف عن هذا التمثيل، أنت واحد منهم. سيدي، جئت طلبا للمساعدة، لا لتقضي علي. الدواء، الدواء يا مجنون!
الدواء ضاع جهدي سدى. إياك أن تنكر، شرير مجرم مثل سيدك. لقد أمضيت سنة لصنع هذا الدواء. لم أكن أقصد. كثيرون ينتظرونه، وأنت كسرت القارورة، وستكون مسؤولا عن موت أي شخص يحتاج إلى هذا الدواء. حياة الناس ليست لعبة تلهو بها، هذا ما جنيناه من أفراد المجلس الأعلى الأشرار. صدقني لست منهم، هناك من أصيب ولهذا جئت إليك. كيف تجرؤ وتكذب ثانية؟ أنت منهم، هيا اذهب. سيدي، لست كاذبا، وأنا مدرس كما قلت لك. هيا اذهب. لقبك الحنون؟ تساعد الضعفاء، تهمك سلامتهم وصحتهم، كل الناس قالوا ذلك. سمعتك طيبة، هذا رأي الناس، أما رأيي فغير ذلك تماما. اصمت! لكن كيف بنيت هذا الرأي عن سمعتي؟ هناك مريض ترفض مساعدته. حقا؟ وسأكسر رأسك. اطلب مساعدتي عندها، وبذلك سأثبت لك أن رأي الناس هو الصحيح. هيا! توقف! أرجو وقف! لا تقتل. ليوي، ابتعدي، هذا الرجل مجرم، سأتخلص منه لأريح الناس من شره. لكنك لا تعرفه، السيد يان ليس رجلا خطرا. يكفي يا آنسة، لا أرفض طلباتك لأنك مثل ابنتي الصغيرة. احذري، لعله يخدعك، نحن نعيش في مكان ينتشر فيه الأشرار. طيب، أنا لا أمنعك، ولكن ماذا ستقول إن سألوك عنه؟ هل ستعترف لهم بجريمتك؟ ليوي، معك حق يا ابنتي، الأفضل ألا أتسرع أبدا. أرسلته إليك، هل ستنفذ طلبه؟ سأساعده، ولكن على شرط. سيدي، أي شرط؟ بأن آكل شيئا من طبخها. بسرعة. تفضل. هنا. يوباي، يوباي، ردي. ليكن في علمك، كلنا في خطر. أعلم ذلك، ولكن انظري، تحتاج إلينا. أعرف، ولكنها مطاردة. اطمئني، إنها بريئة. اطمئني. أخشى أن يعرفوا. لا، لن يعرفوا. نحن نعمل عملا نبيلا، فلماذا نخاف؟ اطمئن. سيدي، لقد حان دورك. حاضر. لا، قلبها ضعيف، انتشر السم. ولكن ما نوع السم؟ يسمونه الأسود. علاجها مختلف، علاج نفسي. بالثقة ستشفى إن جعلناها قوية، أقصد ثقتها بالشفاء. لهذا الناي تأثير قوي، صوته ينشط مراكز الطاقة. قد تتجاوز الخطر إن استجابت للصوت. سأبدأ بالعزف هدوءا. شعورها بالألم.
ممتاز، نجحنا. خرج معظم السم، لا خطر الآن. إنها تحتاج إلى الدواء لا غير. شكرا يوباي، لا تخافي. هيا ارتاحي. احذر، عليها ألا تنام أبدا. يجب أن يمر عليها يوم كامل. احذر، لا يزال جسدها يصارع ما بقي فيه من السم، ويجب أن يكون نشيطا. كوني حذرة. معذرة، أثقلت عليك. الحركة ضرورية، ضرورية إلى جانب الدواء، لا تنسي هذا. شكرا سيدي، سننفذ كلامك وأنا سأساعدها. هيا. هيا. مشكلات. لم نجني في هذه المدينة سوى المشكلات. رائع، المقدار مناسب والتقطيع جيد، أما الشكل فهناك ما هو أفضل. يجب ألا تسمعي ملاحظة كهذه. هيا انتبهي على العمل، فأنت زعيمة الطبخ. اعذريني ليوي، انتبهي. حصلت على لقبك بصعوبة ويجب ألا تفقديه. هيا. ليلي، ذكرني كلامك بأمر مهم. ما هو؟ السعي للتميز هو هدف الجميع، وأن نكون الأفضل. أما الشرط الرئيسي فهو الاهتمام وإتقان العمل، وبذلك لن ينافسوني. مساء الخير. ماذا تفعل؟ عليك الذهاب إلى السوق. اشتري الدواء. هيا أسرع من أجلها. حاضر، لن أتأخر. المهم أن تحضر الدواء، حاجتها إليه شديدة. أحسنت. هيا يان، سأذهب معك. هيا بنا. استندي علي. يوباي، ها قد عثرت عليك. مرحبا. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أحضرت الدواء كما أمر الطبيب. يا يوباي. ليوي، استيقظي. هيا. يان، دعي الأمر لي. ليوي، أنت لماذا تدفعينني؟ سهرت على راحتك طوال الليل، لماذا؟ اعذري، ربما لن تصحو بعد. رائع، استعدت قوتي. مر يوم كامل كما ذكر الطبيب تماما. شكرا لكما. لا تشكرينا، من أنقذك هو ساي، لولا تدخله لما نجوتِ. يا آنسة، أقنعت الطبيب بإنقاذها. دورك مهم. أديت واجبي، ما كنت قادرة على تركها. والآن ضيفتنا في حاجة إلى راحة. سأنصرف. سيد يان، الضيفة جائعة. مفهوم. هيا. اعذريني. أأنت أفضل؟ شكرا. اسمك ليوي؟ أنا يوباي. أعرف، حدثني سيد يان. أثقلت عليك؟ انسي الأمر، نحن صديقتان وهذا واجبي. يوباي، عندي سؤال، هل تسمحين لي؟ تفضلي. ما هو؟ ما الذي دفعك إلى مهاجمة قائد المجلس؟ أرجو المعذرة، قد يطول الشرح.
لن ألح عليك، ولكنك على حق. على حق؟ يوباي، ألديك أسرة؟ بالتأكيد. إذا فكري فيها دائما، لعلهم قلقون ويجب أن تعودي بسرعة. ألم تشتاقي إليهم؟ آنسة ليوي، أأنت سعيدة؟ حياتي صعبة هنا، ولكنني أتفاءل بالغد. أعمل ليشعر الناس بالسعادة. ما رأيك يا آنسة؟ سأطلب إليان أن يعلمني. أحتاج إلى المعرفة، كلنا في حاجة إلى العلم. يوباي، يبدو أنك لا تزالين متعبة. لا، أنا بخير. سأستدعي الطبيب الآن. لا تفعلي، أنا بخير. انتبهي على نفسك جيدا، الحذر واجب. شكرا لك. تفضل. سيديان، ابقى مع الضيفة، سأحضر بقية الطعام. لا بأس، شكرا. يوباي، ارتاحي الآن، أنت تعبة. هيا ابحثا عن أختي يوباي بسرعة. لا داعي. تاشي، أنا بخير، لا تؤذي أحد. يوباي، سيدنا قلق. أجئت لتعيديني؟ أجل، هيا يا أختي، هيا. ولكنني مريضة، سوف أبقى هنا حتى أشفى. خرجت بأمر سيدي، والأمر واضح، لن أعود من دونك. هيا تحركي ولا تعارضيني. وأنا مثلك، أنفذ الأوامر. هدفنا القضاء عليه. سأنجح في المرة القادمة. مستحيل. لما قلت لها ذلك؟ لكن لما لا؟ يعلموني؟ ما الأمر؟ أو الطعام الذي أعددته؟ ليوي، لا تخافي، إنهم بخير. أنت السبب؟ ماذا فعلت بالسكان؟ كيف فقدوا وعيهم؟ يكفي، لا علاقة لك. انصرفي من هنا. ولكنهم أهلي، وأنت من عليه الانصراف من هنا. لن أطيل الشرح. أنا أحذرك، غادري المكان إن أردت البقاء على قيد الحياة. حقاً؟ أي جرأة هذه؟ هيا انقلعي، أنت لا تعلمين من أكون. إذن؟ هيا، أدعوك إلى معركة فاصلة، فإما أن تعيشي وإما أن تموتي. تاشي، هذه الفتاة أنقذتني، أرجوك يا أختي. أختك؟ هذا لا يعنيني. انصحيها بالمغادرة من هنا، وإلا أجبرتها على النوم كهؤلاء. أنت السبب، ستدفعين الثمن. أرتجف خوفاً. لسانك طويل، تعالي إلى هنا. أأنت مصرة؟ أجل مصرة، سأعاقبك. مجرمة 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 مجرمة. تاشي، إنها لا تقصد. بل أقصد، دعيها. أرجوكِ. لم أفعل ذلك من قبل. سيفي لا يعود إلى غمده من دون دم. أرجوكِ، لولا تدخلها لما رأيتني الآن. في حال واحدة. هيا، تعالي معي إلى المنزل. أفضل. يوباي، الآن فهمت. جاءت أختك بحثاً عنك. انتهت المشكلة، إذن عودي معها.
لكن هيا، لقد تحسنت. ستكون أختك بجانبك. لن تجدي من يهتم بك مثلها. أيرضيك ما حدث هنا؟ هيا يوباي، عودي معها. أهلك في انتظارك هناك. يوباي، قرري. يا آنسة، لم أكن أعلم أنك أخت يوباي، اعذريني. ها هي ذي أختك بخير، لكن احذرا فالحراس قادمون. يجب أن تغادرا بسرعة. هل أعد لكما زوادة؟ لا داعي. أختي، هيا بنا. سأحضر حاجاتي. وأخيراً نجحت خطتي. لا تضيعي الوقت، فلنغادر.